بيان للرأي العالمي والإعلام. يشهد العالم في هذه الأزمة السورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تعقيدا باستخدام كافة الطرق والأساليب القذرة بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والعسكرية والتغيير الديمغرافي الذي تحاول الدولة التركية فرضه على هذه البلاد التي تحررت من رجس الإرهاب وكافة الأنظمة الاستبدادية بفضل دماء شهيداتنا وشهدائنا الأبطال في ظل هذه الهجمات المتكررة من قبل الدولة التركية باستهداف البنى التحتية والمواقع الخدمية والاقتصادية التي راح ضحية أضرارها الملايين من سكان إقليم شمال وشرق سوريا، والذي أصبحت هذه الشعوب محرقة لفرض هذه السلطات السياسية اللا إنسانية واللا أخلاقية. والضحية الأولى لهذه الحرب الممنهجة هي النساء والأطفال، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة والمستمرة على مقاطعة الجزيرة وأطرافها باستهداف العوامل الأساسية من ماء وكهرباء ومحطات غذائية ونفطية بهدف السيطرة على أراضينا وكسر مشروعنا الديمقراطي الذي تبنته الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا، وإضعاف أهم بعد من أبعاد الأمة الديمقراطية والنجاح والتكاتف الذي تحقق بيد أبناء وبنات كافة الشعوب والمكونات بالتصديق على ميثاق العقد الاجتماعي الذي رسم خارطة الطريق والديمقراطية والاشتراكية وأخوة الشعوب لكل السوريات والسوريون وبشكل خاص جغرافية إقليم شمال وشرق سوريا. لذا جاءت هذه الضربات لإحياء أمجاد الدولة العثمانية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية والداعم الأكبر لداعش الإرهابية. لذا باسم الحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا ندين وبشدة هذا الإجرام الذي يرتكب بحق أهالينا والمدنية الأبرياء منهم النساء والأطفال والشيوخ وعلى مرأى العالم أجمع، ولا يوجد أي ردة فعل تجاه هذا العدو ومسيراته وطائراته الحربية التي تهدد أمان وعدم الاستقرار. لذا نعتبر كل الدول الضامنة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وكل من معني بهذا الشأن كفاعل هذه الجريمة اللا أخلاقية والتي تتعارض مع حقوق الإنسان بصمته الدولي رغم كل مطالبنا وأصرارنا بردع هذا العدوان، وأن تعتبر هذه الجرائم كجرائم حرب حاربت الأفكار والمشاريع الديمقراطية الإنسانية الصادقة لتحرر المرأة والمجتمعات الساعية إلى حرية والعيش بكرامة بخلق نظام اقتصادي مجتمعي إيكولوجي يضمن حق كافة الشعوب ويحقق الاكتفاء وينعش اقتصادها. ونقول للطاغية أردوغان لن تخيفنا طائراتك المسيرة والحربية، وسنعمل جاهدين بكل ما أوتينا من قوة يدا بيد مع قوات سوريا الديمقراطية والدفاع عن كافة المكتسبات التي تحققت بفضل دماء شهيداتنا وشهيدات الحرية الذي حققت النجاح الكبير في ترسيخ الديمقراطية نتيجة التلاحم والتكاتف والنسيج المجتمعي في نهج الأمة الديمقراطية. الحركات والتنظيمات النسائية في إقليم شمال وشرق سوريا 25/12/2023 يسقط الاحتلال التركي. عاشت أخوة الشعوب، عاشت قوات سوريا الديمقراطية. لا للاحتلال التركي، لا 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 للاحتلال التركي، لا لا لا. عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت قوات